بعد الجدل الذي أثارته شركة سوماجيك، قرر موقع المغرب 24 بأن يعد روبورتاجا بخصوص هذا الموضوع، وذلك لأجل معرفة الشارع الطنجي ما بين الآراء المؤيدة والمعارضة. لذا سنترككم مع هذا الروبورتاج. This is home.
مشاهدتكم لهذا الروبورتاج سنترككم الآن مع آراء الشارع الطنجي من مؤيدين ومعارضين. بالنسبة للرأي ديالك بصفة عامة في الباركينغ سوتيران خصوصا سوماجيك؟ انا بالنسبه لي كساكنه ديال مدينه الدار البيضاء غادي نقول الفكره ديالي على السوتيران بصفه عامه، ماشي ما كنقصدش بشركه بحد ذاتها. بالنسبه للسوتيران طبيعه الحال كيحيد بزاف ديال المشاكل، منهم دوك لي غارديان اللي منتشرين بطريقه عشوائيه، وكاين كيدير واحد الابتزاز للسائقين، وهذا يعني كنظن كنربحوا يعني ليسباس، وطبيعه الحال كنتفاداو هذوك للاسف هذوك العساسه ولا الغارديان المستفزين. هادشي اللي كنظن، وحتى الشكل ديالو هذا يعني كيعطي واحد الرونق لمدينه طنجه. لي باركين سوتيران فكره حسنه، وبالاخص اللي ما كيعرفش المدينه. انا من الدار البيضاء ملي كنكون جاي من الدار البيضاء كنقرر نمشي للباركين، نقدر نحط طوموبيلتي تما لا جورني نمشي نقضي شغالي نرجع نلقاها. اما لو بقيت ندور غنبقى ندور وما نعرفش فين غادي نمشي، فكنضيع واحد الوقت اللي كثير. ففكره حسنه وكنطلب المزيد تكون دايره بمدينه طنجه. كاين سوتيران بالنسبه لي كاين كاميرات وكاين حمايه الطوموبيل، ما حد عتبات على برا يعني تقدر تواجه مشاكل يضرب شي واحد. هنا كاين هنا ثمن رخيص وثمن مناسب، يعني اي واحد عنده الطوموبيل ديالو يقدر يجيبها من هنا يبيتها، وكاينه حتى فرفيات، وكاينه بزاف ديال المسائل اللي كتسمح لي نخلي الطوموبيل ديالي تبقى هنا. واش عندك ابونمون ولا لا؟ لا، عندي لابونمون ديال السورفاس. الحق هنا ملي كنبغي مثلا نجي عند العائله ولا شي بلاصه هنا نقضي الغرض ديالي كندخل هنا 3 دراهم الساعه، ماشي مشكل. ما حد الطوموبيل ديالي غتكون محميه وفي الامان. معنا مراقب في شركه سوماجيك، ممكن تعاودنا على التجربه ديالك مقارنه ملي كنتي في شركه اخرى ودابا مع سوماجيك؟ ما كنتش مع شركه اخرى، كنت كنشتغل بوحدي، يعني عندي رخصه من الجماعه، كنحضي الباركين كنقوم بالعمليات الحراسه. لكن دابا وليت كنخدم مع لا سوسيتي ديال سوماجيك، هذه نقول من لو بروميير ديال جوان هذا اللي فات، ومزيان يعني الحمد لله. كنحس بالراحه دابا، يعني تحفظات الكرامه، ما بقيتش كنغسل السيارات، ما بقيتش بزاف ديال الحاجات نتسخر لهذا او نمشي عند هذا. فكيجي الانسان كيقطع الورقه ديالو، كنا حدين نقوموا بالواجب ديالنا يعني في الشارع. من بعد ديك الوقت هذا كيجي الا كان غادي يزيد راه حنا كنزيدو بيان سور. الحمد لله يعني مع سوماجيك مزيان دابا، انا كنظن باننا مزيان. بالنسبه لي كليون شنو كتلاحظ؟ واش كاين بزاف ديال الزبائن كيجيو في النهار ولا على حسب؟ بالنسبه للحي عندي انا الشارع هذا هو حي اداري، الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس حتى الجمعه فهو كيشتغل يعني. ومع الافتتاح ديال كاريفور هنا ديال المركز التجاري ديال ابن بطوطه زاد يعني عطى واحد يعني واحد انتعاش للحي، يعني بدا كيجيو الناس بزاف. بالنسبه لي زافونتاج اش غادي نقول لك مزيانين. انا دابا الان اصبحت عندي من بعد 40 سنه، يعني اللاج ديالي دابا تقريبا 42، عندي دابا ضمان اجتماعي هذا مزيان، كنتخلص على الوليدات ديالي، وعندي الصالير ديالي كنشدو في الوقت ديالو مع لا سوسيتي اللي ضابطه فيك موا مزيانه. شنو الاحساس ديالك دابا مع شركه سوماجيك؟ مزيان. انا قلت لك في الاول قبل ما تدخل الشركه ما كناش كنعرفوا زعما لو سيستيم ديال هاد لا سوسيتي وكيفاش يعني غتطبق النظام ديالها. لكن بعد ما اشتغلت مع لا سيمين الاولى والثانيه بديت كنحس براسي مزيان، فهمتي ولا، مع الشركه يعني كنستافد مزيان، الناس كيتهلاو، وحتى انا يعني تنعمل الطرافاي ديالي يعني نوقف مع الانسان يقبط البلاصه ديالو، نعسلو على الوقت ديالو. في حاله الى الوقت ديالو يعني في المثال نقولوا تقادالو كيكلفني باش كنزيدوا ذاك الوقت الاضافي، فهمت ولا، وكنشتغلوا معاهم كنساعدوا كنقدم واحد المساعده. فحتى الكليون كنشرح له السيستيم تيكون معايا مزيان. كاين الناس اللي هما دخلوا حتى للتيران الداخل يعملوا لابونمون هنا، ما بقاوش كاع تيحمقوا راسهم بداك لو تيكي مثلا. يعني مثلا كيعمل واحد 200 درهم في الشهر كيباركي بها في المدينه كامله. الانسان ملي كيدخل يشري غير يمشي لين الفارماسيا او لا غيشري شي قريعه د الماء ولا شي حاجه لوليداتو، كيخرج كيجبر الطوموبيل شدوها له بالصابون، كيولي كيفتش على مواليه. هكا خصو مثلا يوليو كيبيعوا يشريو معاك، واحد يقول لك تينا 50 درهم، واحد يقول لك تسنى اخر تيجي، وعوض انت كنتي مثلا غادي تمشي تقضي الغرض ديالك كتبقى جالس تما ساعه ولا نص ساعه المكانه حتى يجيو موالين الصابون باش يزولوا لك. المهم المشروع كيبقى مهم جدا لانه ساهم في تمدين المدينه، لان المدينه باش تدخل لواحد المسار ديال المدنيه خص يكونوا لي باركينغ. الفكره ديال لي باركينغ هي فكره مزيانه. كيبقى التدبير ديال لي باركينغ انا ما كنعرفش بالضبط اشنو واقع،
ولكن بناء لي باركينغ هو الحل المشكل ديال التوقف بالنسبه للستاسيونمون. نتمنى توسع في جميع المناطق. اذا الفكره في حد ذاتها جيده، كيبقى الطريقه باش كتسير انا ما نقدرش نعرف. واش الخدمه ديال سوماجيك راضي عليها ككليون؟ عليكم السلام ورحمه الله. نورمال، راضي عليها. واش عندك ابونمون معاهم؟ وي ابوني معاهم، ها هي لاكارت ديال لاكارت ابوني معاهم. زعما شركه مزيانه والامور غاديه مزيانه على ما يرام، احسن من تخلي الطوموبيل ديالك على برا ولا هذه. بطبيعه الحال في الباركي تلقى الامان. يعني مقارنه مع شركات اخرى شنو كتقول؟ بالنسبه لي سوماجيك احسن، سوماجيك باركين احسن. شنو هو الراي ديالك في الباركين سوتيران خصوصا مع شركات سوماجيك جديده اللي كاينه دابا؟ السلام عليكم. بالنسبه للراي ديالي في لي باركين ديال سوتيران وسيرتو ديال لا سوسيتي سوماجيك منين جات وشدات بزمام الامور، كنلاحظوا بان ما بقاش داك الازدحام بزاف، ما بقاش المشاكل ديال الناس فين تستاري الطوموبيلات ديالهم. الحمد لله ما بقاش داك العشوائيه اللي كانوا الناس كتشكى من لي باركين وفين يباركي والثمن غالي والثمن رخيص ولا كذا. جات هذه الشركه ديال سوماجيك بحال كدير درت الحل اللي خصو يدار، والمواطنين على العموم راهم راضيين بهذه الفكره هذه، ونتمنى تعمم على جميع المدن المغربيه ان شاء الله بحول الله. هو راي ناجح بالحقيقه، وخفف شويه الاكتظاظ اللي واقع في المدينه من ناحيه السيارات وقضيه التلوث كذلك كينقص شويه التلوث وتيخلي لي زيسباس بالنسبه يقدر يستغل فوق منه بالنسبه للمواطن ديال المناطق الخضراء. كي مهم بزاف تيرفد واحد النسبه كبيره ديال السيارات وداك الشيء باش الانسان ما كيكونش داك ديرونجمون ديال السيركيلاسيون في الشارع، تبقى البلوكاج، ما تلقاش فين توقف ولا فين تمشي. وهي فكره جيده بزاف. الباركين هو ملك عام لاي واحد اللي جا من حقه يباركي فيه، وانا ما خصنيش نجبر المشاكل في هذه القضيه هذه. يعني الا كنت غنجي عن باركي 3 دراهم نمشي نشبر الطاكسي ولا نشبر الطوموبيل، فهمتيني؟ او لا غنشبر لي صابو يجي يقول لي لا عملتي لي صابو خصك 60 درهم. هذه اشكاليه كبيره، يعني حتى لي طريف فيها مشاكل كبيره. وإلا كاين شي ثمن ممكن يكون الاثمنه ثمن واحد ثمن رمزي، مثلا باش نعاودوا داك مول الباركي اللي نعاونوه مثلا. هذه مزيانه باش نحاولوا ان يكون واحد النظام يعني في الامكنه، يعني حاجه مزيانه. بالنسبه لهاد لي باركينغ هادو الوغ سهلوا علينا بزاف ديال الحوايج. الوغ ما بقاوش الستاسيونمون هنايا عشوائي، ولاكسي الباركينغ حتى هو كان مزيان. الوغ الساحه حتى هي استفدنا منها. الوغ تنجيبوا ولاد الناس يبقاو يلعبوا هنايا. الوغ ما كاينش شي خطر عليهم، ولي باركينغ راهم مزيانين سوتيران. الوغ شي حاجه اللي جديده في طنجه. نشكركم مشاهدينا جزيل الشكر على متابعتكم لهذا الروبورتاج، ونتمنى دائما وابدا ان تتابعونا على الجريده الالكترونيه المغرب 24، وشكرا لكم.